كلمتين بيهزوا كيان الرجل الشرقي: الحرية والمصاري. حكيت من فترة عن ضرورة الاستقلال المادي للمرأة، سواء كان جوزها أو بيها مقتدر ماديا. كمية التعليقات والرسائل السلبية من الرجال صدمت عيشتي: خربتوا بناتنا، دمرتوا بيوتنا. وأكتر التعليقات كانت: المرأة مكان البيت. ماشي يا أخي، خلي مكان البيت، خليها تعمل مشروع من البيت وتطلع فيه مصاري وبتصير بتساعدك بمصاريف البيت. بس بدي أفهم ليش كل ما حدا طلع وحكى عن الحرية والمصاري الرجل العربي بينهز؟ أو أنت خايف بس يصير معها مصاري تتركك؟ معناتها أنت كيف عم بتعاملها؟ معناتها هي شو الحياة يلي عايشتها معك؟ وهل أنت سعيد كونه هي قاعدة معك بالبيت بس لأنه ما عندها حل تاني؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم 3 مرات إنه بنت الأصول يلي أنت بتحترمها وصاينها وداير بالك عليها لو بيصير معها ميل قارون ما رح تتركك. نحن البنات منعرف كتير منيح إنه بهيدا الزمن لما الوحدة فينا تلاقي رجال بكل معنى الكلمة عم تتمسك فيه برجليها وإيديها. إذا أنت رجال منيح معها مستحيل تتركك حتى لو صار معها مصاري، وحتى لو فلست وبطل معها مصاري تاكل وأنت كمان مفلس وما ضل معك تاكل، إذا أنت منيح معها مستحيل تتركك. فإذا أنت رجال وسمعت كلمة مصاري أو حرية وانهز كيانك، بنصحك تراجع نفسك أولا ومعاملتك مع بنت الأصول ثانيا.